السلام عليكم متابعين قناة حلواني كرة القدم. في حلقة النهاردة جايب لكم آخر الأندية اللي تسعى لتدعيم صفوفها بأقوى صفقات السوبر. صلوا على النبي ويلا نبدأ. برشلونة يسعى لضم نجم نادي مانشستر سيتي الكاي جوندوجان خط وسط العملاق الإنجليزي اللي متألق هذا الموسم في صفقة انتقال حر. ولكن تفتكروا السيتي هيفرط في اللاعب بكل سهولة كده، وخصوصا ان اللاعب في عز تألقه؟ السيتي هيجدد لجوندوجان موسم واحد فقط، وبرشلونة عارض 3 مواسم، زائد الراتب اللي هياخده في برشلونة اعلى من راتب السيتي. مش بس كده، برشلونة يسعى لضم اللاعب فيكتور روكي من نادي اتلتيكو بارانيسا، وعارض النادي الكتالوني 40 مليون يورو. واللاعب جوفاني لوسيلسو من نادي فيا ريال، واللاعب نوسير مزراوي قادم من نادي بايرن ميونخ، ولكن البافاري لسه ما بعتش الرد. واللاعب الكسندر باه قادم من نادي بنفيكا. ننتقل للنادي الملكي ريال مدريد اللي يسعى لضم العملاق الفرنسي كيليان امبابي. مش الموسم ده بس، ده بيسعى في ضم اللاعب بقاله 3 سنين، وكان خلاص على وشك التعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة باريس تنجح في التجديد عقده. وتمر الأيام ويسعى ريال مدريد في ضم اللاعب من جديد، ويتدخل معاه في الصفقة العملاق الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد. ولكن اللاعب لو خرج من باريس سينضم لريال مدريد 100%. طيب من هنا يجي السؤال، ليه ريال مدريد متمسك بمبابي برغم من انه عنده فينيسيوس بيلعب في نفس المكان؟ ولكن امبابي سيكون خليفة رونالدو في ريال مدريد. ويسعى الريال في التعاقد مع صفقتين كمان، اللاعب كريم آدامي من نادي بروسيا دورتموند بعد نجاحهم في التعاقد مع اللاعب جود بيلينغهام خط وسط دورتموند، صاحب الكاريزما العالية جدا، واللاعب له مستقبل رائع من وجهة نظري، خليفة مودريتش القادم. واللاعب راندار كولوماري مهاجم نادي فرانكفورت بعد خروج العملاق كريم بنزيما بعد 14 سنة تألق في مسيرة مليئة بالإنجازات، يرحل إلى السعودية، ولازم ريال مدريد يستعين بمهاجم بحجم كريم بنزيما. وكان في كلام على هاري كين مهاجم نادي توتنهام انهم خلصوا معاه، ولكن لسه اعلان الخبر. ننتقل الى الدوري الالماني، الى البافاري اللي بيسعى لضم 3 صفقات، اللاعب موسيس قادم من نادي برايتون، واللاعب كيم مين جاك قادم من نادي نابولي، والعملاق نجم نادي مانشستر سيتي وولكر. ولكن مش صعب السيتي يفرط في اللاعب. ننتقل الى الدوري الانجليزي من بوابة نادي تشيلسي اللي بيسعى لضم اللاعب لوتارو مارتينيز من نادي انتر ميلان اللي عمل مفاجأة في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. ويخش نادي تشيلسي مع بايرن ميونخ في صفقة اللاعب موسيس نجم نادي برايتون. ونخش على مانشستر يونايتد اللي بيسعى لضم اللاعب جونتيشاتو راموس قادم من نادي بنفيكا، واندريا اونانا حارس مرمى انتر ميلان. ونطير على نادي ارسنال اللي بيسعى لضم اللاعب ديكلان ريس من وست هام يونايتد. ننتقل الى العاصمه الفرنسيه باريس سان جيرمان اللي بيسعى في ضم نجم نادي مانشستر سيتي برناردو سيلفا، ومن المستحيل انه يفرط السيتي في لاعب زي سيلفا. ننتقل الى الدوري الايطالي من بوابه نادي انتر ميلان اللي بيسعى لضم اللاعب اريك جاريسا نجم نادي برشلونه. ونخش على نادي يوفنتوس اللي بيسعى لضم اللاعب تيموتي كاستاني قادم من نادي ليستر سيتي. واخيرا المفاجاه واخر الصفقات، نادي الهلال السعودي يعرض مبلغ ضخم على إدارة نادي انتر ميلان لضم العملاق البلجيكي لوكاكو بعد فشل إتمام صفقة ليونيل ميسي، ولو الصفقة تمت هتبقى مفاجأة العالم. وآخر الأخبار، يوسف النصيري خارج إشبيليا، ونادي مانشستر سيتي يتخلى عن خدمات بنجامين بندي بسبب قضية الاغتصاب. وبكده يبقى انتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.